أهلا أصدقائي، شلونكم زينين؟ طبعا رجع لكم شيف نور من جديد بعد انقطاع شهرين ما أدري سنة، ما أتذكر صراحة بالضبط. جبت لكم طريقة تسوون بها همبرجر كلش سهلة، طريقة كلش سهلة وخرته. باعوها يعني طريقة سهلة كلش سهلة. باعوها يعني بهارات موجودة بالبيت، هاي الغراض كلها موجودة بالبيت، يعني كلش سهلة. ما أطول عليكم، يلا بينا. أول شي نضيف ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة قرفة اللي هو الدارسين طبعا، وملعقة صغيرة كاري، وملعقة صغيرة هيل مطحون، ونصف ملعقة صغيرة ماجي لحم، نصف ملعقة صغيرة ماجي لحم، ونصف ملعقة كوب ملح. بعد شو تسوون؟ قوموا تخلطونها هالشكل. يعني شنو البهارات توزع في كل مكان، يعني منه ومنه 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 هالشكل تخلطونها حبايبي. لاحظوا هالشكل. بعدين شو تسوون؟ تجيبون تختة وتجيبون فص مال ثوم، تقصون من عنده ربع بس وتقطعونه، بس ربع من عنده تاخذون تقطعونه هالشكل شنو نسوي صغير صغير، عم شنو ما نضيف فوق اللحم يتوزع. وترمونه كلش زين حبايبي، كلش زين ترمونه هالشكل، لازم يكون حجمه هالشكل. بعد شنو تجيبون؟ بصل. البصل تقسموها بالنص، هم تاخذون عندها ربع وتقسموها. ترمون بيها هالشكل حبايبي. هم لازم ترموها ناعمة حبايبي، هالحجم لازم يكون. شو نسوي؟ بعدين تجيبون طبق بايركس وتضيفون فوق اللحم المفروم، المثروم احنا نسميه، وتعجنونه كل زين تعجنونه. طبعا شوي اللحم زاد، انا حقلل من عنده، فاحسن كل زين لازم تعجنونه. حستخدم هاي الكمية، انا شوفوها هاي الكمية حستخدمها. حبايبي شو تسوون؟ تضيفون البهارات فوقاها هالشكل، تضيفون البهارات فوقاها، توزعون البهارات عليها كل زين. بعدين هالشكل لازم تغلفوها على مود شنو اللحم ياخذ كل البهارات هالشكل لازم حبايبي. هم تعجنون بيه عم شنو البهارات توزع كل اللحم هالشكل، وحتى اللون بيتغير شوية شوية هالشكل. بعد شنو البهارات توزع عليه هالشكل لازم. بعدين تجيبون الثوم اللي قطعناه وترشوه فوقاها، وهم البصل وتخلوه فوقاها، هم ترجعون تغلفون نفس الشي هالشكل. بعد هالشكل لازم يتغلف عندنا حبايبي. عم شنو هم الثوم والبصل يتوزع بكل اللحم هالشكل، تعجنونه كل زين. نجيبون كاسة ونسوي بيها القالب مال الهمبرجر هالشكل، صار القالب مالتنا بالكاسة. وهم نفس الشي، هم نجيب نفس الكاسة ونسوي القالب مال الهمبرجر. طبعا عندنا شوية لحم زاد ماكو مشكلة، نخليه فوق هذا وشلو على كيفكم. وتخلوه بالثلاجة لمدة 3 ساعات، يعني شنو يجمل شوية عندنا. أو إذا تبون غلفوه خلوه بالثلاجة عادي، تغلفوه تخلوه بالثلاجة ماكو مشكلة حبايبي. وهسه عندنا صلصة، نخلي 4 معالق مايونيز، ملعقتين كجب، ملعقة صغيرة ثوم بودرة، وملعقة صغيرة ملح حبايبي. وهسه شو تسوون؟ تجيبون مخلل اللي احنا نسميه طرشي طبعا، تاخذون عندهم ربع هاي المحشي وترمونه كل زين. بعد تجيبون مخلل المحشي وترموه كل زين هالشكل، وتضيفوه فوق الصلصة راح يعطي طعم كلش طيب، ماكو مثله طبعا. وتضيفوها هالشكل. بعدين تخلطون الصلصة كل زين هالشكل، تخلطوها. بعد شلون لونها تغير وشلون ثخينة هي صارت، يعني طعم رهيب ماكو مثله هالشكل. وتخلوه بالثلاجة هم يعني. بعدين تجيبوا الطاوة وتخلوها شوية زيت، تغطوها بالزيت، طبعا مو تخلوه وايد زيت، شوية تخلون وتخلون الزبد شوية. هاي الزبد توزعوا على كل الطاوة حبايبي. بعد شنو نضيف لها بقر مالتنا، نطلع من الثلاجة ونضيفه بالطاوة، يعني شنو يتقلى حبايبي، ومو يقلى وين حمس يعني حبايبي هالشكل. وتبدون شوي تقلبون بيه الى ان بعد شوي يبدي يستوي من جوا، تقلبوه هالشكل. بعدين هم يستوي شوية وتقلبوه، عم شنو يتفتت عندكم؟ طبعا ما يتفتت عندنا، بشوي حجمه صغر عندي بالحمس هالشكل. تضغطون عليه على مود يستوي حبايبي، وانتم تقلبون بيه تقلبون هيك تقلبون، هم تضغطون عليه. بعدين هاي عندنا استوى الهمبرجر هسه احنا بهالشكل. طيب شوي صغر حجمه ماكو مشكلة، هالشكل صار عليه همبرجراني، ماكو مشكلة عادي حبايبي.
لا تفتت ولا هاي، بقى لازم نفسه. بعدين نجيب طماطة نحمسهن ونخلي فوقها شنو فطور. بعدين اجي ابو ارو هذا ونخلي فطور فوقها هم نحمسوهن حبايبي هالشكل. طبعا نجيب الصمونة فتحوها هالشكل. بعدين قسمتها بالنص، قسمتها طبعا اني هسه عدنا لما الطماطة والفطور ينحمسون نخليهم بماعون. وشو نسوي؟ هم نجيب زبد وهم نخلي على كل الطاولة. بعد شنو نجيب الصمونة مالتنا ونخليها هالشكل حتى تطلع كويس. شلون نحمصها احنا يعني عشان تصير كش طيبة هالشكل حبايبي. يضيفون جبن ويخلي فوق لهم بقراية ويشيلوها على السريع. ما قاعد يطولون هواية. هم نفس السالفة، هم تخلون جبن تخليهم بقراية فوقها ويشيلوها هالشكل. هسه عندنا الأكل احنا كملت على الأخير. ونخلي الصلصة فوق الصمونة. ونضيف الطماطة والذرة ونضيف لهم بقر مالتنا مع الجبن هاي. وهيك تكون عندنا الأكلة كملت حبايبي.